السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يلا كده بقى بينا مع بعض. بس قبل اي حاجة وقبل اي وصفة انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس يا احلى متابعين في الدنيا. النهاردة هنعمل غدا سهل وسريع. هنعمل بسلة ورز بشعرية وقلقاس ولحم. البسلة والجزر والقلقاس والسلق دول احنا مفرزينهم معاكم قبل كده، تفريزات شهر رمضان وطول السنة. طبعا انا قلت لكم ان احنا مش بنفرز شهر رمضان بس. يلا بقى كده بينا نشوف هنعمل ايه. معايا حلة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة وهنزل عليها باللحمة وهفضل اشوح كده مع بعض. هفضل اديها الصدمة السمنة مع اللحمة كده وافضل اقلب 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 لحد لما انزل بمعلقة الفلفل الاسمر الجميلة دي، وبعد كده ورق لوري وحبهان، وافضل برضو استمر في التقليب شوية لحد ما تاخد اللون الجميل اللي انتوا هتشوفوه معاكم دلوقتي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد، وان شاء الله تكون سنة سعيدة على الأمة الإسلامية كلها. يلا بقى كده بينا نشوف هنعمل ايه في اللحمة اللي عاملين نشوح فيها دي. نزلت بطماطمايه وبصلايه، هفضل اقلبهم كده شوية مع بعض. انا حبيت ان انا احط طماطمية واحدة علشان خاطر الشوربة انا هعمل بيها قلقاس. مش عايزة الشوربة تبقى معايا بتاعت القلقاس لونها محمر، انا عايزاها لونها اخضر، عشان طبعا انتوا عارفين القلقاس بيبقى لونه اخضر. كده بقى انزل بالمية المغلية، وهبتدي ان انا اشيل الريم اللي على اللحمة من فوق ده. لازم تشيلوه يا بنات، كل لما اللحمة تعمل ريم لازم تشيليه بالمعلقة، ما تسيبوش في معاكي في الشوربة عشان الشوربة بتاعتكم تبقى جميلة كده. ايه الحلة دي يا مشويات ياسمين؟ وايه السمنة اللي انت حطيتيها في الحلة؟ تعالوا بقى كده نقولكوا هنعمل بيها ايه. معايا بصلاية كده وسط عشان نعمل بيها البسلة. يلا بقى كده حطينا السمنة وحطينا البصل، هنفضل نشوح ونلوح في البصلاية دي. هنفضل نقلب كده في البصلاية دي كده شوية لحد لما يبقى اللون بتاعها ذهبي فاتح، عشان انا عايزاه اعملها ني في ني، مش عايزة اقرص على البصلاية شوية في التحمير. هتبقى خفيفة وجميلة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم، ومش هتحسوا ان انتوا كلتوا حاجة تقيلة خالص. يلا بقى، ولو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وان شاء الله في وصفات تانية كتيرة جدا هتعجبكم مع مشروبات ومشويات ياسمين. وكده هنزل بالبسلة الجميلة دي اللي احنا كنا مفرزينها معاكم، شايفينها لونها اخضر وحلو ازاي. وطبعا انا هنزل وهي لسه جاي خارجة من الفريزر، مش هينفع ان انا افككها خالص. اي خضار يا بنات انتوا فرستوه في الفريزر ما تخرجوش قبليها، تخرجيها يا دوبك على الحلة على طول. ما ينفعش تفككي اي خضار تكون انت مفرزاه اصلا. البسلة دي معايا بقالها سنة، شايفين لونها اخضر وحلو ازاي. والله العظيم لو انتوا عملتوها زي الطريقة بتاعة التفريز بتاعتي هتعجبكم جدا. انا كده حطيت معلقة من هريسة الشطة، برضو انا كنت مفرزاها معاكم قبل كده. وطبعا التفريزات دي بتبقى سهلة جدا، انت مش تحتاري كل يوم هتعملي غدا ايه النهاردة، هتطلعي من الفريزر وتطبخي على طول. معايا مرقة من الماجي، ومعايا 3 معالق من معجون صلصة الطماطم، ومعايا صلصة طماطم مفرومة. هنزل بقى كده بيهم كلهم على البسلة زي ما انتوا شايفين، وهفضل اقلب. وحطيت معلقة فلفل اسود ومعلقة كمون ومعلقة ملح اللي بقلب كده مع بعض. وكده خلصت معايا البسلة، شايفينها بقى خضرة وحلوة ازاي. يلا بقى بينا نعمل القلقاس بتاعنا الجميل. وبرده القلقاس هاخده من الفريزر على الشوربة على طول، مش هفككه. لاحظوا كده المعلومة دي وحطوها في دماغكم كده من مشروبات ومشويات ياسمين. تعالوا كده بقى بصوا القلقاس ابيض زي الشمع ازاي. والله العظيم في ناس كتيرة جدا بتخاف من تفريزه، ما تخافوش، فرزوه وهيقعد معاكم زي الزبدة كده. والله العظيم كان زي الزبدة، هيفضل معاكم يعني الشهر الجاي هيبقى له موسم بحاله. وبصوا ابيض زي الشمع، ما في لونه ما غيرش ولا اي حاجة، وهيستوي معاكم على طول عليه. ومعايا بقى كده السلق، انا سبته برضو يتشمع كده في الطاسة الحلوة دي. ونزلت طبعا بمعلقة سمنة كبيرة دي، وبعد كده نزلت معايا بكام فص من التوم، وهفضل كده اشوحهم كده واحمره شوية 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 لحد لما اللون بتاعه يحمص معايا كده ويبقى لونه زيتي غامق كده لسه ني.
هتقولي ايه ده، هنفضل نقلب كده كتير؟ ايوه هنفضل نقلب كده كتير لحد لما اللون بتاعه يغمق ويبقى اللون ده. شايفين اللون ده؟ هو ده القلقاس الصحيح. تعالوا بقى كده بصوا لونه زيتي وجميل ازاي. بعد السلق ما خد معايا اللون حطيته في الخلاط، وحطيت معاه مج من الشوربه وضربتهم في الخلاط وبقى معجون كده حلو كده ناعم. بعد كده نزلت عليه بالقلقاس واديتهم غلوه مع بعض، وكده خلص معايا القلقاس. معايا حله على النار، حطيت معلقه سمنه وحطيت 3 معالق من الزيت كده ومكعب من الزبده عشان اعمل رز بشعريه بطريقه كده جميله ولذيذه. والزيت طبعا عشان خاطر يفلفله كده يبقى يبقى حلو، والسمنه عشان تخلي طعمه حلو. كده نزلت بالشعريه، هفضل بقى كده اقلب الشعريه، ايديا في الشعريه مش هسيبها، مش هسيب ايدي خالص في التحمير عشان خاطر يفضل كله لون واحد، مفيش واحده تبقى متحمره وواحده لا. هفضل بقى استمر في التقليب، قلب 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 لحد لما تاخد معايا اللون جلد غامق سيكا، عشان خاطر مش اللون الفاتح هيخليها مع المية المغلية اللون بينطر تاني ويرجع يبقى لونه فاتح قوي على الرز. لا احنا بنغمق الشعرية شوية عشان خاطر مع الغليان مع المية مع كده مع السوا تخلي الشعرية لونها زي ما هو ثابت، ما يغيرش اللون بتاع الشعرية. وهنفضل بقى نقلب زي ما انتوا شايفين كده، ايديكي في الشعرية على طول ما تسيبيهاش. تمام كده، تمام يا مشويات ياسمين. يلا يا بنات، يلا يا شباب، انزلوا حطوا لايك وشير وسبسكرايب. هتفضلوا تتفرجوا على الفيديو كده من غير لايك؟ لا حط لايك يلا بسرعة. يلا بقى كده بينا، احنا كده هننزل كده اللون الذهبي جه معايا اللي انا عايزاه. وبعد كده هنزل بقى بالرز، شايفين اللون كده؟ يلا بقى ننزل بالرز المغسول ده. هنزل كده واحدة واحدة عشان خاطر الحلة سخنة جدا وبتطلع بخار. انزلوا يا بنات واحدة واحدة، مش كل حاجة كده بسرعة، لا خليكوا كده بتعملوا الاكل وانتوا هاديين، محدش بيجري ورانا. هنفضل بقى نقلب كده شوية لحد لما مية الغسيل بتاعة الرز دي تنشف خالص، مش عايزاها تكون موجودة في الرز عشان يبقى معايا مفلفل كده وحلو. هنزل كده بمعلقة ملح كبيرة، وبعد كده هنزل بالمية المغلية لحد لما اغطي الرز. كده انا هديله تقليبة الاول عشان اشوف العيار بتاع الرز بتاعي الاول. لسه عايز شوية كمان، بتعلي كده شوية عن الرز حبة كده فوق الرز بحبة. وبعد كده اول ما يغلي معاكم زي ما انتوا شايفين كده بتوطي عليه، وبعد كده بتغطيه وتسيبيه بقى يستوي. بصوا كده استوى معانا، شايفينه بقى مفلفل، بقى مفلفل كده وجميل، وكل واحدة بوحدتها علشان بعد ما يتشرب على طول لازم توطي عليه العين يستوي بقى كده براحته. وده كان غدانا النهاردة، ويا رب يكون عجبكم. وتعالوا بقى اوريكم قد ايه القلقاس طري وجميل جدا ومستوي، ومفيش واحدة كله سوا واحد، مفيش واحدة مستوية والتانية لأ. وانا برضو كده رافعه لكم كده لفوق بعيدا عن الشوربة بتاعته عشان اوريكم اللي هو لونه ابيض مغيرش وطري زي الزبدة. والشوربة بتاعته الجميلة دي اللي هي بالسلق، انت لو اتكيتي على السلق كده شوية هيبقى لونه الزيتي الجميل ده التركاية بتاعته. اللحمة طبعا بصوا عايزة اقول لكم استوت بقت جميلة. وكده انا بوريكم التست بتاع القلقاس، وكنت لازم اعملها لكم كده بايدي عشان اوريكم قد ايه اللي هو طري وجميل. وكده معايا بقى البسلة بتاعتي الجميلة دي اللي لونها اخضر ومسكرة زي العسل، والله العظيم عسل كده. وكده برضو معايا الرز المفلفل الجميل ده اللي الشعرية كده مفرطة كل واحدة لوحدها والرز كل واحدة لوحده. وكده خلصت معايا النهاردة اكلتي الجميلة، ومع السلامة.